السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نعمل صينية بطاطس بالفراخ. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بطريقة كده امهاتنا كده واجدادنا بتاعت زمان. مش هزود لها اي اضافات خالص، يا دوبك كده عشان نستمتع بالطعم بتاعها. مش هغير من طعمها ولا احط لها بهارات زيادة ولا اي حاجة. نعملها بطريقة سهلة خالص وبسيطة، بتكات وحركات اول مرة هتشوفوها، وان شاء الله اضمن لك طعم وريحة، وبصراحة طعم كده جميل جدا. معايا فرخه بتاعتي هنا اهيت مقطعاها كام قطعه كده، لان هي ما شاء الله حجمها كبير. وكنت خدت الصدره بتاعتها عملتها بانيه، خليت الصدر عملتها بانيه. هبقى اصوره برده معاكم ان شاء الله. وغسلتها كويس. معايا هنا لتر من الميه، هعمل لها بقى كده محلول النقع اللي هننقعها فيها، لان انا هحطها في صينيه البطاطس نيه تمام، مش هشوحها ولا حاجه. معايا هنا ميه اهيت، حطيت فيها فلفل اسمر حب، وحطيت فيها ورق لورا، وحطيت فيها طماطميه كده دعكتها بايديا، وحطيت فيها ليمون اخضر. وامسك بقى الفراخ بتاعتي انزلها بقى فيها. هتشوفوا بقى الميه بتاعتنا، يعني بعد ما غسلنا الفراخ، انا اصلا غسل الفراخ في المرحله الاولانيه بدقيق وملح وليمون وشويه خل، ودعكهم كويس جدا. بس برضو دي ما يغنيش اللي احنا برضو نعمل لها محلول نقع كده تمام. احنا بقى بناخدها بمحلول النقع دي بقى بنحطها على طول في صينيه البطاطس، بتمنع بقى اللي هي تنزل مثلا دم، تمنع مثلا اللي هي تنزل اي ميه مش حلوه. سيبها بقى ننقعها بقى كده مع نفسها كده 10 دقايق لحد ما نجيب صينيه البطاطس بتاعتنا. معايا طاسه هنا فاضيه مع النار، حطيت لها بس معلقه من السمنه تمام كده، واحط عليها معلقه من الزيت. انا هنا ما كترتش الماده الدهنيه بتاعتنا، لان جلد الفراخ بتاعنا بينزل سمونيه يعني وكده تمام كده. هنا بقى نزلت بالبصل بتاعي، هبدا اشوحه. هنا بعد ما نزلت بالبصل بتاعي، بعد ما شوحته بقى كده، انا مش عايزاه ياخد لون خالص، انا دوبك بس بشوحه عشان خاطر بس يطرى. انا لو عملتها ني في ني ماشي، البطاطس هتستوي كل حاجه، بس البصل لما نيجي ناكل هنلاقيه هنلاقيه بيجرش كده تحت اسناننا يعني وكده تمام. لا انا عايزه بس اتبل البطاطس بتاعتنا بباقي الخطوات كده، عشان خاطر بس تبقى واخده ربع سوا، مش هقولك نص سوا، ربع سوا بس. معايا هنا قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، ضربتهم في الكبه واخدت منهم حوالي معلقه كبيره كده، شوحتها مع البصل. الحركه دي جميله جدا يا بنات، وبتفرق جدا جدا في طعم صينيه البطاطس بتاعتنا تمام. هبدا بقى اشوح. هنا كنت هنا مجهزه 3 حبات من البطاطس، مقطعاهم اهوت سمك يعني سمكها سميك شويه، مش رفيعه قوي، عشان خاطر انا عايزاها تبقى يعني ملحمه لحم كده فاهمني، ما تبقاش رقيقه وتتهرى منك وكلام من ده وانت لسه ما اكلتش بطاطس وكده. هبدأ بقى اشوحهم مع رشة فلفل اسمر صغيرة ورشة ملح صغيرة، ونبدأ بقى نسيبها كده مع نفسها تمام، لحد ما البصل بتاعنا يطرى وياخد من طعم البهارات وكده. دي شكل المحلول النقع بتاعنا اهوت، ودي البانيه بتاعي اللي انا كنت خالياه. هنا بقى شطفت شلت الفراخ كده من محلول النقع، وعملتها بصلة تتبيلة كده او مرتة. حطيت عليها فلفل اسمر وكمون وبهارات فراخ، وحطيت عليها بابريكا، وحطيت عليها شويه ملح. وهمسك بقى كل قطعه من الفراخ انا هتبلها بالبصل دي، بتفرق جدا جدا يا بنات في الطعم. ما شاء الله هتديكي طعم جميل جدا وهتعجبك ان شاء الله. همسك بقى قطعه قطعه كده لحد ما اتبلها زي ما انتوا شايفين كده اهو. الطريقه دي جميله يا بنات، ودي طريقه ما شاء الله بتاعت يعني اجدادنا وبتاعت امهاتنا، طريقه سهله خالص وبسيطه، ما فيش فيها اي افتكاسات خالص، ولا بزود فيها اي حاجه، عاملاها بطريقه سهله خالص وبسيطه عشان اي حد يعرف يعملها، وعشان اخد الطعم الحلو اللي احنا بناكله فاهميني. سبتها بقى كده مع نفسها، وحطيت برضو الحوايج بتاعتها، ورجعت للبصله بتاعتنا هي والبطاطس، وسبت الفراخ بتاعتنا تتبل 10 دقايق كده على ما اعمل بس الصلصه بتاعت البطاطس كده، عشان انا مش هحط الفراخ الا لما تكون الصلصه ديت غلت مره واتنين تمام. نزلت هنا بقى في شفشق الطماطم بتاعي، وحط عليه قرن فلفل احمر برضو ضرباه كده، قرن فلفل احمر ضرباه فيه تمام كده. احط بقى رشه فلفل اسمر ورشه برضو كمون وبابريكا وبهارات فراخ، وكل البهارات اللي حطيتها مع الفرخه هحطها برضو مع البطاطس، بس بكميات قليله فاهمني. واظبط برضو الملح بتاعها ريحه صغيره ملح، لان انا حاطه مع الفراخ ملح، فلما تبقى تغلي خلاص ان احتاجت ملح ابقى اعملها. هنا بقى بنسال نفسنا سؤال، احنا عايزينها تبقى ناشفه ولا عايزين يكون فيها دمعه نغمس بها الرز بشعريه بتاعنا؟ انا مثلا انا هسيبها لحد ما تغلي كده شويه تمام. بس قبل ما تغلي بقى كده اهوت، كان معايا بقى معلقه توم صغيره، انا قصده اللي انا احطها في الاخر كده عشان خاطر تفضل بريحه التوم موجوده فاهميني، انا عايزه ريحه التوم تفضل موجوده تمام كده. هنا غلت اهيت مره واتنين اهيت. انا معايا الفراخ بتاعنا اهوت، انا شايفين الجهه بتاعه الجلد، انا عايزه اشمعها كده بالصلصه كده،
واقوم ايه راجعه قلبها تاني اهي زي ما احنا شايفين كده، عشان خاطر ايه تشرب بس من طعم الصلصه ايه وتاخد لون ذهبي حلو كده، اللون الاحمر بتاع الطماطم الصلصه الجميله دي. ما شاء الله طعمها جميل جدا وريحتها جميله، لو كنت معايا كنت عرفته قد ايه انا بقول جميله. برضو حتتين الصدره كده اللي انا خلطهم برضو مرمتهمش وحطيتهم بيزودوا صينيه البطاطس طعمه كده جميل جدا. هنا بقى حطيت الحوايج بتاعتها اهيت، والبصل المرتة اللي انا كنت متبله بالفراخ انا صفيته من الميه اللي نزلت كده بتاعه البهارات، وخدت بس الايه التفل بس بتاع البصل حطيته بس على صينيه البطاطس. تمام كده، سيبها بقى تغلي بقى شويه هنا. تمام، هنا بقى ايه انا زودتها انا هنا بقى زودتها كوبايه ميه، لان انا عايزه فيها صوص كده يتغمس كده مع الرز بشعريه واحنا بناكله كده، والصلصه تكون ايه يعني في الرز بشعريه تبقى حلوه كده. تمام، لو مش حابه مثلا انت يكون فيها مرقه يعني وكده ما تزوديش كوبايه الميه اللي انا زودتها، وكده كده اصلا الشوربه اللي بتاع الفراخ هتنزل الشوربه بتاعتها. دخلتها بقى على درجه حراره 200 في الفرن بتاعنا، وشغلت بس الفرن من تحت لحد ما اخدت لون حلو كده ذهبي حلو كده. وبعد كده دي شكلها اهوت في الاخر اهوت. تمام، مستويه وما شاء الله محمر واخده لون حلو، والجلد الفراخ بتاعنا نزل يعني سمونيه كده على في قلب البطاطس كده بالفراخ، جميله جدا يا بنات. جربوها بقى واتمنى تجربوها، واتمنى ان شاء الله تعرفوني رايكم في الكومنتات. سهله خالص وبسيطه هي. ان شاء الله تكون وصفات بتعجبكم وتكون ان شاء الله على قد الايد. يعني دي كانت فرخه حجم كبير معايا 2 كيلو ونص، انا عملت منها الصدر بانيه، وعملت اللي وراك على مثلا الحوايج بتاعتها عملتها صينيه بطاطس جميله جدا يا بنات، وفيها صوص اهوت هيتغمس برز بشعريه. الف هنا يا رب على الاكل، والف هنا على اللي بيشوف الفيديو وعلى اللي هيجربه. مع السلامه.